السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء السعادة والروقان على كل متضايق وزهقان. أحمد بيصبح وبيمسي وبيحيي كل إخواته. أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا مبسوطين وأشوفكم دايما فرحانين، وعلى كل غالي يا رب تكونوا مطمنين، وقولوا يا رب أمين، ورمضان كريم، وربنا ينصف المظلومين وعلى الظالمين، ورب يبعد عننا المنافقين. ونبدأ الموضوع بتاعنا ونقول أمين. بسم الله ما شاء الله كده. الأخبار بتقول إن ريم مصطفى يعني أمها توفت. يعني هو أولا الله يرحمنا ويرحمنا جميعا، يعني أمواتا وأحياء. ثانيا يعني أنا مش فاهم ليه الناس مهتمة بخبر زي ده. يعني إن هي كانت أمها زعلانة منها إن هي دخلت مجال الفن ومجال التمثيل، وبيدخلونا في حاجات شخصية يا جماعة. يعني احنا مالنا؟ يعني انا استفاد ايه؟ يعني ايه اللي هيقعد لي مثلا ان انا اعرف قصة مثلا الفنانة دي او الفلان ده او الفلانة دي، ان امها ما كانتش راضية عن اللي هي بتعمله، وفجأة عشان عمل فلاني مثلا قناعاتها اتغيرت. الكلام ده كنت مثلا تقولوه زمان لما كان الفن يعتبر مثلا الناس بتشوفه يعني شيء من المسخرة والهرجلة يعني. لكن انا مش فاهم والله، انتوا عارضين لنا حاجة زي دي ليه؟ انا استفدت ايه يعني؟ على رأي الخلوق مرتضى منصور. يلا. وانا برضه انا عامل الفيديو ده، يعني انا حبيت ان انا اقول رأيي. انا استفدت ايه يعني من خبر مثلا زي ده؟ يعني برضه قولوا لي رأيكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، لايك، وراك في تعليق، شير. بس هو فيديو ما فيهوش كوميديا والله، لان هو حالة وفاة يعني. فالواحد ما ينفعش ان هو يعني يطلع يعني يبقى يستخف دمه يعني او يهزر في حاجة زي دي. ربنا يرحمنا جميعا وربنا يرحم امها. وبس كده يا باشا. سلام عليكم.